صحف دولية تتوقع طفرة كبيرة للسياحة في المغرب بعد المونديال، وتتوقع زيارة ما يفوق 13 مليون سائح أجنبي إلى المملكة المغربية، مشيرة أنه انتقل ذكر اسم المغرب في منصات أو في مواقع البحث في الانترنت من 500 ألف إلى 13 مليون بسبب الشهرة الكبيرة التي كسبها اسم المغرب في مونديال قطر الماضي. وكشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن المغرب يتوقع أن يعرف طفرة كبيرة في القطاع السياحي بفضل تزايد رغبة السياح في العالم في اكتشاف هذا البلد الجميل بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022 وبلوغه المربع الذهبي في كأس العالم الأخيرة كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك. وكشفت الصحيفة البريطانية السالفة الذكر بأن اسم المغرب ذكر في محركات البحث على الانترنت خلال شهر المونديال بحوالي 13 مليون مرة، في حين أن المعدل كان لا يتجاوز 500 ألف ذكر في شهر واحد لاسم المغرب قبل المونديال، وهو ما يشير إلى أن اسم المغرب تم تداوله على نطاق واسع، مما أعطى شهرة كبيرة للبلد وسيعطي لها آلاف وملايين السياح. وأضافت الديلي ميل البريطانية أن هذا البحث عن اسم المغرب وتداوله على الانترنت بشكل واسع سيساهم بشكل كبير في دفع عدد كبير من السياح في العالم للقيام بزيارة هذا البلد، مشيرة إلى أن مراكش تبقى هي نجمة المدن المغربية التي قد تستقطب أكبر عدد ممكن بالنظر إلى شهرتها ومؤهلاتها السياحية. وأوردت الصحيفة البريطانية في تقرير لها تفاصيل عديدة عن المؤهلات السياحية للمغرب، وبالخصوص في مدينة مراكش التي تزخر بالعديد من الإقامات السياحية الفاخرة والأماكن السياحية المعروفة مثل جامع الفنا والعديد من المؤهلات الأخرى التي تجعل مدينة مراكش وجهة ساحرة للسياح عبر العالم. هذا ويتزامن هذا الإقبال الكبير في الانترنت للبحث عن اسم المغرب مع رغبة البلاد في التعافي من تداعيات فيروس كورونا المستجد والاعتماد بالخصوص على القطاع السياحي من أجل إنعاش الاقتصاد والعودة إلى السكة التي كانت تسير عليها المملكة المغربية قبل وباء كورونا. ووضعت وزارة السياحة استراتيجيات جديدة من أجل إعادة الإقلاع السياحي من جديد بعد توقف وباء كورونا، وعودة الروابط البحرية والجوية والترابية بين بلدان العالم في الوقت الذي شكل المونديال فرصة إيجابية غير متوقعة قد تلعب دورا كبيرا في تسريع وتيرة التعافي المغربي من الركود السياحي. نشكركم على حسن المتابعة.